تخيل معايا كائن صغير بزاف بحال النملة، ولكن كيعيش في مجتمع منظم بشكل مدهش. في بعض الأحيان التنظيم ديال النمل كيكون أدق حتى من بعض المدن البشرية. النمل كيعيش داخل مجموعات كبيرة كتسمى أنت كولوني، وهاد المستعمرات ممكن توصل حتى لملايين النملات. المثير للاهتمام هو أن كل نملة عندها دور محدد داخل هذا المجتمع. كاينين النملات العاملات وهما اللي كيجمعوا الأكل وكيبنيو الأنفاق وكيصلحوا العش، وكاينين النملات الجنود اللي كيحرسوا المستعمرة وكيحميوها من الحشرات الأخرى، وكذلك الملكة وهي النملة المسؤولة عن وضع البيض باش تستمر المستعمرة. ولكن السؤال الحقيقي هو كيفاش النمل كينظم هذه الخدمة كلها بلا قائد كيأمرهم؟ الجواب كيتعلق بنظام تواصل كيميائي ذكي باستعمال مادة كتسمى فيرمون. ملي كتلقى نملة مصدر ديال الطعام كتخلي أثر صغير من هذه المادة في الأرض. النمل الآخر كيحس بهذه الرائحة وكيبدا يتبع نفس الطريق حتى يوصل للأكل. ومع مرور الوقت كلما مر النمل أكثر من نفس الطريق كتقوى الرائحة ديال الفيرومونات وكيولي داك المسار واضح لجميع النمل. والأكثر إدهاشا هو أن النمل ما كيخدمش بشكل عشوائي، بل كيقدر حتى يغير الطريق ديالو إلا كان الطريق القديم خطير أو ما بقاش فيه أكل. بعض أنواع النمل قادرة حتى تبني جسور بأجسامها أو تنظم راسها في خطوط طويلة باش تنقل الطعام بسرعة كبيرة. رغم أن حجم النملة صغير بزاف، إلا أن النظام والتنظيم اللي عندها كيبين لنا أن الطبيعة مليئة بأنظمة ذكية ومعقدة بشكل مذهل. إلا وصلتي حتى لهنا وعجبك المحتوى ما تنساش تدعمنا بلايك ومشاركة، ونتلاقاو في الفيديو الجاي.